لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دار البيضاء وقف حبيس أسوار ملعب محمد الخامس في ذكرى وفاة يوسف بالخوجة الذي قضى قبل 10 سنوات في ذات الملعب وهو يدافع عن ألوان قميص الوداد. الأهلي حامل اللقب برقم قياسي في 6 مناسبات أبى إلا أن يكون بين الأربعة الكبار، فحافظ على فرصه قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة. الأهلي ومع الدقيقة العاشرة كان قريبا من هز شباك نادر المياغري الذي كان يقظا بما يكفي لمنع تلقي هدف مبكر. بعد دقيقة واحدة كاد يوسف القديوي يهدي فريقه الهدف الأول بكرة لم تجد طريقها للمرمى. ومع الدقيقة 36 تغلب محمد ناجي قدو على المراقبة اللصيقة وتمكن من افتتاح التسجيل بهدف وضع الأهلي في المقدمة. محاولات أصحاب الأرض للتعديل مع الدقائق اللاحقة كانت جادة لولا أن عاند القائم الأيمن أمام الحارس أحمد عبد المنعم كرة ياسين لكحل في الدقيقة 39. مع بداية الشوط الثاني وللوهلة الأولى بدأ غياب أحمد أوجدو والكونغولي فابريس عنداما مؤثرا في طريقة تعامل الوداد مع الضيف القوي، قبل أن ينجح المدافع عبد الرحيم بن كنجان في استغلال كرة البديل أيوب سكوما مسجلا هدف التعادل برأسه في الدقيقة 47. الأهلي وفي الدقائق اللاحقة كان على وشك استعادة التقدم في مناسبتين وقف أمامهما من جديد الحارس نادر المياغري، غير أن مرمى الجهة المقابلة كاد يهتز للمرة الثانية لو نجح محسن ياشور في استغلال هذه الفرصة المحققة للتسجيل. كما فشل الوداد في استغلال فرصة أخرى محققة للتسجيل في الدقيقة 81 لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل ويبقى أمر حسم بطاقتي المجموعة الثانية مؤجلا إلى الجولة الأخيرة.